مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم بعد طول انتظار 3 أو 4 ساعات واتصالات مكثفة من كابتن محمود الخطيب وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. الحمد لله طائرة النادي الأهلي الخاصة حصلت على تصريح الهبوط في مطار جنوب أفريقيا لملاقاة نادي صن داونز يوم السبت الساعة 13 بأمر الله. وأنا من هنا حابب أقول لك يعني جو ستيناتي وسبعيناتي، او ان انا احاول يعني اماطل في اعطاء الترخيص او اعطل. يا عمي لا، ما عادش الكلام ده شغال خلاص. دي لعيبه دوليه دلوقتي عارفه ان ممكن تتعرض لظروف اكتر من كده كمان. طب ما عادي، ما ممكن كانوا راحوا ترانزيت وتعطلوا اكتر من كده. ولكن الحمد لله وصلت بسلام بعثه النادي الاهلي، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي يوم السبت القادم في مباراته امام صن داونز. مع اني مش هكدب عليك، انا قلقان مش من الاهلي، لا، قلقان من مارسيل كولر. قلقان من مارسيل كولر. خلاص انا قلت لك كولر فقد او افلس فنيا، ما عادش عنده حاجه جديده يقدمها. ربنا يستر ان شاء الله ونرجع بنتيجه ايجابيه مطمئنه في ماتش العوده اللي هيكون اصعب من ماتش الذهاب، لان صن داونز بيلعب بره ارضه كويس جدا، زي على ارضه ويمكن افضل كمان. يعني صن داونز بره ارضه يمكن افضل من على ارضه. لا، ما على ارضه بيبقى الضغوط جامده عليه، وبيبقى جماهير، وبيبقى في استعدادات، وطبعا شفنا الحفلات اللي عاملها والتذاكر المخفضه، كل حاجه يعني ميسره علشان يحشد اكبر عدد من الجماهير. فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي والرجوع بنتيجه ايجابيه. نيجي للخبر المهم بتاعنا النهارده. لما في نكره او شخصيه نكره ملهاش اي لازمه في الوسط الاعلامي وبيتقال عليه اعلامي او بيتقال عليه صحفي، ويطلع يتطاول بالجرأة ديت على النادي الأهلي، والكلام اللي قاله ده في منتهى الخطورة. كلام لا يقال إلا من شخص غبي وساذج وسافل، لا يفقه معنى يعني إيه كلمة رياضة، ولا يعني إيه روح رياضية. اسمه أحمد الخضري، اسمه أحمد الخضري. بالمناسبة ده كان شغال في يوم من الأيام في المركز الإعلامي بنادي الزمالك، كان طبال، يعني كان طبال باللغة الدارجة بتاعنا، يعني باللغه الدارجه. وكان مرتضى منصور بيديله التعليمات والاوامر وبينفذها بالحرف، وبياخد على قفاه وبينضرب بالجزمه وب30 جزمه من مرتضى منصور، ما كانش بيعرف يفتح بقه. وكذا مره مرتضى منصور يطلع يخوض في عرضه وعرض اهله كلهم، وبرضه ما قدرش يتكلم ولا يدافع عن نفسه. دلوقتي طالع بيتطاول على النادي الاهلي. انا عايزك تسمع بس بيقول ايه وبعدين نتكلم. الزمالك دول معاك، الزمالك فاشل. انت بتاخدها يعني لا الزمالك فاشل، انت قصدك مين؟ هو الزمالك من ناحيه فاشل، هو فاشل، ما فيش مشكله يعني. لا والاهلي ماديا واقتصاديا، والاهلي فلوسه فكك من كده وكده. فكك ايه؟ اسمع، مش انت بتقول الزمالك فاشل ولا بقول لك؟ بيقول له الزمالك فاشل. قال له مش انت بتقول الزمالك فاشل؟ طيب النادي الاهلي بيجيب فلوسه من كده وكده، بيجيب فلوسه، اسمعها تاني، بيجيب فلوسه بطريقه كده وكده بايده، يعني بطرق متويه يعني. نكمل. انت مش عارف منين براحتك، انت حاضر. لا براحتك، دي حقيقه. الشركه اللي اتعملت اقول لك تاني الشركه دي ماشي يا استاذ خلاص. لا عشان ما تدخلش نفسك. طيب لا ما دخلتش قانونيه. لا انا هدخل نفسي، انت مش انا اللي مش بعمل. في الشركه حاجه اللي مكان دي ذمه ماليه. الشركه المعمول ذمه ماليه ايه؟ اثق تماما. الشركه اللي اتعملت، شركه الكوره اللي اتعملت دي معموله ستاره علشان تغطي على الاموال ديت وشرعيه الاموال دي. شركه الكوره اللي اتعملت دي كلام في منتهى الخطوره. ان الشخص ده ما تحاسبش بالنسبه للجنه الشؤون القانونيه بالنادي الاهلي، اداره النادي الاهلي الكيوت اللي بتسامح، هينزل اعتذار بكره وهنقبله وهنقول لك عيل وغلط. لا، ده لازم يتحاسب، لازم يتحاسب. والمجلس الاعلى للاعلام، فين المجلس الاعلى للاعلام من الكلام ده؟ راجل صحفي مسؤول عن كلماته ومسؤول عن اي فعل يصدر منه، يطلع يقول كلام زي ده في حق نادي زي النادي الاهلي. نادي زي النادي الاهلي يطلع نكره كان بياخد على دماغه يقول الكلام ده في حق النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي والشؤون القانونيه موقف حازم وحاسم مع شخص زي ده. ما ينفعش يتسكت على شخص زي ده اساء في حق النادي الاهلي. ما ينفعش باي حال من الاحوال شخص زي ده يسيء للنادي الاهلي والتاريخ النادي الاهلي ويقول لك يعني انا لو كملت لك في كلمه ما ينفعش تتقال. بيقول له ده الشركه ديت ماسكها صهاينه.
قال له يعني ايه؟ قال له ايوه صهاينه، مش صهاينه بالظبط، اللي جنب الصهاينه، التلقيح بتاع النسوان ده بتاعه دايما بيلقح باي حاجه. النكره ده كان بياخد، والله كان بياخد على دماغه تعليمات واوامر مباشره وكان بينفذها غصب عنه. دلوقتي بقى اعلامي وصحفي وطالع يتطاول على النادي الاهلي بكلام ملوش اي معنى. انا منتظر تحرك من اداره الشؤون القانونيه بالنادي الاهلي واداره النادي الاهلي تخلي النكره ده يعرف حجمه ويعرف مقامه. مش انت عشان تطلع تدافع لناديك، انت كنت ايام مرتضى منصور بتلحس الجزمه، دلوقتي عامل فيها اعلام وصحفي. احنا هنهزر؟ هو ايه؟ هو اي حد يخش الاعلام والصحافه؟ ايه الكلام ده؟ ده راجل مخبول او مجنون، اللي يقول يطلع كلام زي ده راجل مخبول او مجنون. عندك مستند على الكلام ده ولا بتقول اي كلام وخلاص؟ انا برضو مش بعيب عليه هو، انا بعيب على اللطخ اللي واقف جنبه اللي هو اسمه القوسي ده، مع انه اهلاوي. انت ازاي ما تردش على كلام زي ده وتقول له انت حر في كلامك؟ ازاي انت شخص المفروض محسوب على النادي الاهلي، ولكن الريتش والحاجات التانية بقى لها تدخل. عادي ممكن اعديله اي حاجه، راجل بيغلط في ناديك قدام عينيك، بدل ما ترد عليه وتحطه في مكانه وتفعصه برجليك وتقول له انت ازاي تقول كده على النادي الاهلي وايه اثباتك، ولو ما فيش اثبات انت مسؤول عن الكلام ده وهتتقدم للمساءله القانونيه. لا عادي بسيطه يعني. انت بتقول يا كابتن خضري، كابتن خضري ايه؟ كابتن خضري هو خضري وابيض، يعني هو فعلا خضري وابيض، مع اعتذار للخضري والله يا جماعه، شخص فوق دماغي من فوق ومهنه محترمه جدا، بس ده خضري وابيض. تخيل لما يكون خضري وزملكاوي، يعني خضري وابيض، يعني قطيع، يطلع يقول كلام ده في حق النادي الاهلي. انا مش عايز اي كيوت في الموضوع من اداره النادي الاهلي انه يطلع يعتذر ويقول لنا كلمتين انا اسف انا ما قصدتش، لا، ياخد بالجزمه على دماغه علشان يحترم نفسه، وبعد كده لما يقول كلمه يبقى مسؤول عنها ويعرف هو بيقول ايه وبيتطاول على مين. لان كده كل من هب وسب وطلع له معاه حته حديده وبيتشاف هيقول الكلمتين دول ومش هنخلص وهتبقى فتنه، ويرجع يقول لك انتوا اللي بتعملوا زي الغندور بالظبط. هم بص الطايفه دي كلها، الغندور، الخضري ده، الزبال ده اسمه الطيب بتاع المقص ده، هم كلهم عينه واحده، شخصيات جحيم من جوه، ناس نفسياتها جحيم بتحقد على النادي الاهلي، مش حبا في الزمالك، لا هو حقدا على النادي الاهلي. انا ما عنديش مشكله ان انت تحب الزمالك براحتك واحقد على النادي الاهلي، بس ما تطلعش ده علينا احنا، لانك هتاخد بالجزمه على دماغك وهيترد عليك في ساعتها. وانا مستني اشوف الخضري ده هيتعمل فيه ايه، سواء من اداره النادي الاهلي او من الشؤون القانونيه بالنادي الاهلي او من الهيئه الوطنيه للاعلام او المجلس الاعلى للاعلام، اللي هو طلع قال لك اللي احنا مش هنسمح باي يعني تلافظ او تراشق بالالفاظ. ده اتهام رسمي بيتهمه صحفي لنادي كبير بحجم النادي الاهلي، وبيشبه النادي الاهلي وشركه النادي الاهلي بالصهاينه وحط تحتها 100 مليون خط. مش عشان ناديك مفلس ومش لاقي ياكل تعمل كده او تطلع تقول مش كده، انت هتلم تعاطف معاهم وهم بيحبوا الكلام ده انا عارف، بس مش على حساب النادي الاهلي، لانك هتتعلم وهتاخد على دماغك وهتعرف يعني ايه النادي الاهلي. اخيرا صفقة شريف اتعطلت تماما ووقفت. شريف منتظر اي فرصة من النادي الاهلي، اي كلمة من النادي الاهلي شريف هيكون في النادي الاهلي، اي كلام من اصغر مسؤول في النادي الاهلي شريف هيكون في الاهلي. شريف لحد دلوقتي ما خدش اي قرار نهائي، يقول لك وقع ومضى والكلام ده، يحق له التوقيع والتفاوض وكل حاجة، بس لحد اللحظة اللي انا بكلمك فيها شريف منتظر ان اي حد يكلمه في النادي الاهلي. شريف انسان محترم وانسان مبدي النادي الاهلي على الكل، وانا بقول لك شريف هيبقى مكسب للنادي الاهلي، وهيبقى مكسب لو راح لنادي الزمالك، ومن حق نادي الزمالك يدور على مصلحته، لعيب فري عادي، ولكن شريف منتظر اي مكالمه من النادي الاهلي. فيا ريت لو عندكم نيه قبل ما الموضوع يتأزم نخلص من بدري، لان المفاوضات واقفه بسبب الموضوع ده. سلام عليكم.